شاهد رجلا ينام سكران، ولكن ما حصل له شيء عجيب. سبحان الله. ولكن قبل البدء بالفيديو صلي على النبي واشترك بالقناة، وإذا كنت مسلما اضغط لايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. قصة حدثت على نهر الأردن. ما حصل هو أن كان شابا فقير نائما بجانب النهر، لأن ليس لديه ماء يستره أو بيتا يسكنه، فكان يضطر إلى النوم بالطرقات. فأتى الليل وجاء موعد نومه، فنام بجانب هذا النهر. وكانت ليلة هادية جدا، فسمع الرجل وهو نائم صوتا لم يسمعه من قبل، يصدر صوتا غريب. استيقظ الشاب مرعوبا ليرى ما الذي بجواره، وعندما قام ليبحث عن مصدر الصوت عثر على عقرب كبير جدا بشكل لا يصدق. فظن الرجل أنه كان سيلدغه ويقتله، ولكن عندما اقترب الرجل من العقرب فر العقرب منه مسرعا. فتعجب الرجل كيف لعقرب أن يأتي إلى الماء، فالعقرب يعيش في الصحراء والجبال. سبحان الله. فقرر الرجل أن يتبع العقرب ليرى ماذا سيحصل. فلما اقترب الرجل إلى العقرب إلى النهر وجد ضفدع وكأنه ينتظر العقرب. سبحان الله. فجاء العقرب إلى الضفدع وصعد إلى ظهره، فتعجب الرجل كثيرا وقال ماذا يجري؟ من المفترض أن الضفدع يأكل العقرب، أو العقرب يلدغ الضفدع ويقتله، فلم يحصل شيء من هذا، وكأنهم أصدقاء ويخططون لشيء. سبحان الله. فقرر الرجل أن يتبعهم ليرى نهاية الأمر، فعبر الضفدع إلى الجانب الآخر من النهر، فنزل العقرب عن ظهر الضفدع ورجع الضفدع إلى مكانه. وقرر الرجل أن يتبع العقرب، وعندما لحق به وجد أفعى بجانب رجل نائم عند الضفة الأخرى من النهر، وتكاد الأفعى أن تقرص الرجل وتنهي حياته، فأسرع لإنقاذه. ولكن قبل أن يصل إليه لينقذه العقرب لدغ الثعبان فقتله على الفور. ثم ذهب العقرب في حال سبيله، فأصيب الرجل بدهشة وتعجب. سبحان الله. فوجد الرجل النائم سكرانا فأيقظه من نومه، وقال السكران ما الذي حدث؟ فقال له الرجل القصة، وقال له إن الله أنقذ حياتك من الموت، وساق لك هذا العقرب على ظهر هذا الضفدع لينقذك قبل أن تقابله في هذا الحال وأنت سكرانا. فتعجب الرجل وظل يصرخ ويبكي بكاء شديدا ويقول يا رب، هذه رحمتك بمن عصاك، فكيف برحمتك من أطاعك؟ سبحان الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله.